ازيكم بنات ودراري، كي دايرين؟ صافا بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله. غادي ندير معكم مكون نصوص. الاسئله اللي كيضيعوا فيهم النقاط في مكون نصوص في اللغه العربيه كيضيعوا بزاف بزاف بزاف، وعرفتوا انه فيهم 10 ديال النقاط. داكشي علاش غادي نوريكم الاحتمالات اللي كاينين في ملاحظه النص. يعني ملاحظه النص السؤال الاول سوا يقول لكم فرضيات النص، سوا يقول لك اعطينا العلاقات، سوا يقول لك اعطينا دلاله العنوان، سوا يقول لك نوعيه. غادي نشوفوا الاحتمالات كاملين. وكنت ديجا درتو لكم في واحد الفيديو قديم، مي قلت نعاود نشرحو لكم مزيان حيت النقاط تيمشيو غير هكاك. وإلا فهمتوهم غادي تقدروا تجيبوا حتى 16 17 18 في اللغه العربيه ان شاء الله. الاحتمال الاول انه كيقول لك اعطينا فرضيات النص. الفرضيه خصكم تجيبوها من المؤشرات اللي هي العنوان، المصدر، والفقره الاولى، يعني البدايه ديال النص. داكشي علاش كتقول لهم نفترض أنه سيتحدث عن، يعني انطلاقا من عنوان النص ومصدره وبداية النص التي تتحدث عن، نفترض أنه، وقطعتهم الجواب صافي. ولا كيجي تحديد العلاقات عندكم العلاقة بين العنوان والفقرة. وقت ما سمعتوا شي فقرة من الفقرات، ديما الفقرة كتفسر لنا وكتوضح لنا، حيت العنوان كيجي هي بصيغه عامه، اما الفقره الاولى ولا الثانيه ولا على حسب اي فقره راه كتشرح وكتوضح لنا داكشي اللي جا في العنوان. الا قال لك العنوان وموضوع النص، العنوان ديما كيلخص، ما يمكنش العنوان يفسر لك ويوضح لك. العنوان اللي كيعطيك واحد العلاقه تلخيص وتكتيف تاع داكشي اللي جا في النص كله. هو كيقول لك عاوتاني عطينا العلاقه بين النص والعنوان. النص والعنوان علاقه شرح وتفسير، حيت النص هو اللي كيفسر. شوفوا الفرق ما بين الاولى مع الثانيه. هنا تيقول لك العنوان بالموضوع، في الثانيه تيقول لك لا، النص بالعنوان. يعني الا قال لك العنوان راه كيلخص وكيكتف، ولكن النص راه كيشرح لنا وكيفسر لنا صافي. داكشي علاش كتقول لهم لان النص يفسر ويوضح دلاله العنوان. هادشي بالنسبه علاقه بين النص والعنوان. اما فاش يجمعوا لكم كاملين بين العنوان والنص وفقره من الفقرات، هنا كتكون علاقه عامه اللي هي علاقه ترابط وتكامل. بالنسبه للفرض الاحتمال الثالث تيقول لك نوعيه النص. عندكم جوج انواع، سواء مقاله سواء قصيده شعريه. المقاله بوحدها نص عادي، قصيده شعريه. وكاين عندكم الخطاب عندكم 3 ديال الانواع. عندكم خطاب اشاري وصحفي وعندكم سياسي. هذاك الاشاري كيكونوا دالين عليه دوك المصطلحات، هذوك المفردات نتاع النص، مثلا البيع، الشراء، الاعلانات. يعني غير من دوك المصطلحات اللي كيكونوا دايرين في النص كله ما كيبان انه خطاب اشاري. الصحفي كيكون باين انه مقتطف من جريده. كاينين بعض المرات بحال السياسي حتى هو واحد الامتحان كان تحط وحاطين لهم جريده، ولكن الناس ضيعوا النقاط. فين مشاو النقاط؟ انهم شافوا ديك مقتطف من جريده وصافي قالوا راه صحافي. لا، ولكن خصكم تشوفوا حتى الشكل ديال النص. الا كان على شكل اعمده ومقتطف من جريده، ديك الساعه راه صحفي، حيت اصلا راه وحتى المصطلحات تيكونوا ديال الصحافه. واكثر حاجه كتبين لك ان راه داك النص صحفي خطاب صحفي انه مقتطف من جريده وعلى شكل اعمده، وعنوان تتكون بارزه، يعني بحال شي جريده شي جورنال كتقراوه. السياسي حتى هو قليل 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 تلقاو ديك مقتطف من جريده كدا كدا كدا، ولكن تيكون على شكل نص عادي. والمصطلحات كيكونوا كيدلوا على السياسه، بحال البرلمان، بحال الحكومه، بحال القانون، بحال الدستور، وما تيكونش على شكل اعمده. هذا هو الفرق بينه وبين داك الصحافي. صافي، اما اشهاري راه باين بالبيع، الشراء، اعلانات، وهذا تيكون المصطلحات وما يتبينوا. باش نتوما كاع ما تصعبوش عليكم الامور بزاف، في حاله ما شي واحد خاف لي يكون خطا ولا ما متاكدش، عدو سيروا نزلوا ديما لدوك الاسئله اللي كيقول لك خرج من النص ولا عطينا حقل دلالي. تيجيو في واحد بحال هذا اللي كانوا حطوا فيه سياسي والناس تقول بوحيد شافوا جريده. كان في الحقل الدلالي عطاوكم الجواب. استخرج من النص حقلا دلاليا، واحد دال على السياسه والاخر دال على هذا. يعني باين ان النص فيه خطاب سياسي. بيبقى لنا دلاله العنوان. هذا الشيء راه ما كيتحطش كامل، راه واحد من هاد الاسئله واللي بيتلقاو في السؤال الاول. هادو راه هي احتمالات. السؤال الرابع كيجينا دلاله العنوان، يعني كدرسوا فيها مكونات العنوان، كتوضحوا الدلاله ديالو. هاد دلاله العنوان ديما كنقولها، الا ما عرفتوش الاعراب ما ديروش، ما كنتوش متيقنين منه ما ديروش. ما الا ما درتوش راه ما تيتنقصوش النقاط، والا درتوه وخطاتو راه بيان سور غادي تنقصوا النقاط. داكشي علاش غادي تعودوا تقولوا لهم يا اما داك العنوان مفرد ولا مركب. مفرد يعني كتكون كلمه وحده،
كلمه واحده وكتقولوا لهم واش نكره ولا معرفه وكتشرحوها لهم. شنو اللي بغيتو تشرحوا لهم؟ العنوان ما يمكنش يخرجوا لكم على دوك المصطلحات اللي عندكم. مثلا في العنوان تقدروا تلقاو الهجره، تقدروا تلقاو التنميه، تقدروا تلقاو التكنولوجيا، تقدروا تلقاو واش اخر الحداثه، الابداع، هادشي كله عندكم. داكشي علاش نتوما خاص يكون عندكم واحد التعريف وواحد فكره عامه على داك الموضوع، حيت هو اللي غاداك التعريف غادي يعاونكم بحال هاد الاسئله ديال دلاله العنوان، غادي يعاونكم حتى في الانشاء. التعريف ما خصش غادي تحتاجوه في الانشاء، تحتاجوه في الانشاء سواء كانت عندكم مهارات توسيع فكره، سواء كانت عندكم استنتاج الرد، سواء كانت عندكم ديك المقارنه، غادي تحتاجوا التعريف، غتحتاجوهم. داكشي علاش حاولوا ديروا واحد التعريف يكونوا ديالكم نتوما، نتاع الابداع مثلا اشنو فيه، اشنو خصكم تقراو عليه باش تعرفوا شنو تكتبوا في داك الانشاء. الحداثه حتى هي، التنميه حتى هي، وكتعاونكم حتى في هذا السؤال ديال دلاله العنوان. حاولوا كاع نتوما تبعدوا من الاعراب، كنتم متيقنين وعارفين اللي ديروه، ما كنتوش عارفينه قولوا غير واش مفرد ولا مركب. هذاك المركب فيه جوج انواع، مركب اضافي ومركب تركيب، يعني هذه تقولوا المهم قولوا نتوما واش مفرد ولا مركب. مفرد غتقول لهم العنوان عباره عن كلمه مفرده وهي نكره ولا معرفه حيث تحيل الى، وتشرحوا لهم هذاك التعريف اللي بغيتو تكونوا نتوما ديجا موجدينه. مركب حتى هو غتقول لهم هذا راه مركب واللي كيعني لنا كذا وكذا وكذا وكذا. ها نتوما ديك الساعه درتوا لهم ديك دلاله العنوان صافي. غيبقى لنا فهم النص. خليو لي بعدا واش فهمتوا هذا الفيديو مزيان، واش فهمتوا هذه الاسئله مزيان، ونتلاقاو في فيديو تاني نكمل لكم بارت 2. يلا نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم. الا ما فهمتوا شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير.